ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. في الفيديو هتكلم عن حاجات انت بتعملها غلط كل يوم وازاي تعملها صح. حرفيا هتندهش. اول حاجة، النزول من العربية بيكون على الركبتين مش ركبة واحدة. لما تحمل على ركبة واحدة ده حرفيا بيأذيها، ولما تركب العربية تقعد الاول وبعدين تدخل رجلك علشان تحمل الوزن على الورك. تاني حاجة، لبس السماعة مش بالطريقة دي، ده بيخليها تقع باستمرار. لبس السماعة بالطريقة اللي انت شايفها دي في الصورة هو الصح. تالت حاجة، قعدة التواليت اللي اغلب الناس بتعملها غلط. القعدة الصحيحة بتكون كده، ده بيساعد على خروج الفضلات بشكل افضل. رابع حاجة، غسيل الشعر. غسيل الشعر مش بالصوابع مع الشامبو بس، لا، الأحسن إنك أنت تستخدم الفرشة دي. خامس حاجة، غسيل الأسنان، مش للصفوف الأمامية بس، لا، للصفوف الورانية. وأهم حاجة تمشي الفرشة في الجنب اليمين والجنب الشمال للصفوف، وما تبقاش عنيف وانت بتستخدمها، ده بيأذي اللثة. واحدة واحدة. غسيل السنان ما بيبقاش كام ثانية وبس، لا، ده بيبقى دقيقتين، مش أزيد ولا أقل. سادس حاجة، الأكل بسرعة. لازم تاكل على مهلك خالص، واحدة واحدة، تركز في الأكل، ريحته، طعمه، تمضغه بشكل كافي. ده هيخليك تشبع بسرعة ويخلي جسمك يستفيد من الأكل بشكل أحسن. شكرا جدا واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. السلام.